بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله نصاوب معكم الخليع. عندي هنايا قياس، انا نصاوب معكم غير شويه، كيلو ديال اللحم ديال البقري من الجهه ديال الكتف. تطلبوا من الجزار هو يصاوبوا لكم قديد، راه تتشريو اللحم بالعظم وهو تيحيد العظم وتيصاوبوا قديد، لان البلاصه ديال الكتف تتكون فتيه، ماشي بحال رجله تتكون معزفه، الهبره تتكون معزفه. باش يجيكم الخليع فتي ومزيان خذوه من جهه الكتف. انا غنصاوب معكم دابا كيلو، ولكن في صندوق الوصف غنخلي لكم مقادير ديال 3 كيلو مضبوطين. عندي هنايا 50 غرام ديال القزبور حبوب مطحون، حتى تنطحنوا عاد تنعبروا 50 غرام. عندي واحد 80 غرام ديال الثومه بلديه بقشورها. عندي 50 غرام ديال الملحه، وعندي 4 كاس ديال زيت الزيتون، وجوج معالق كبار ديال الخل. اول حاجه غناخذوا المهرز، غنحطوا فيه الثومه بقشورها، غنضيفوا عليها الملحه وغندقوها. بالنسبه للمهرز، واحد الاخت قالت لي ما عرفتش شنو هو المهرز. المهرز هو هذا، راه باللغه العربيه الهون. صافي، وغندق الثومه ونعاود نرجع معاكم. وها هو هذا، دقيت الثومه مع الملحه، ها هي هذه، تنخليو لها حتى القشور ديالها. نضيفوا جوج معالق ديال الخل، نضيف زيت الزيتون، ونضيفوا القزبر، ونضيفوا نص معلقه صغيره ديال الكمون. هذا الخليط نخلطوه كله. في هذه المرحله هذه كاين جوج ديال الطرق، يا اما هتاخدوا شويه من هذا الخليط وتخليوه في شي زليفه وتغطيوه مزيان، تخليوه في الثلاجه، يا اما صافي غنخلطوا اللحم كامل، وملي تنكونوا تنيبسوه هذيك الشرموله هذه اللي بقات تتبقى في الطبسيل حتى هي تنحطها في الشريجون تيبس. راه كاين جوج طرق، يا اما هتاخدوا كما قلت لكم وتخليوه في الثلاجه مغطي مزيان حتى يبس القديد ونبغيو نطيبوا الخليع عاد تضيفوه، يا اما دابا ملي تنشرملوه اللحم كله ونبغيو نشروه لهدا تتبقى هاد الشرموله في الطبسيل، غنخليوها حتى هي في طبيصل صغير في الشرجم تبقى تيبس. صافي، تنخلطوا هاد اللحم مزيان مع هاد القامه كلها ونعملوه في شي جبانه ونغطيوه مزيان ونبيتوه في الثلاجه، لان هاد القديد خصو يبات في هاد الشرموله، ولا غدا في الصباح ان شاء الله عاد ننشروه. بالنسبه للنشر اللي ما عندوش الشمس في الشرجم او في البالكون ينشر في السطح، ولكن خصو يعرف السطح زعما يكون امن. وبالنسبه اللي ساكن في برا وما تتكونش عندهم الشمس يبسوه في الفران، بحال دابا الفران تيشعلوه وتيسخن مزيان، يطفيوه يبقاو يديروا القديد، اي حاجه طيبوها وحيدوها وطفاو الفران يعاود يدخلوا حتى يبس لهم اللحم. ايوا صافي، هو هذا ان شاء الله لغدا وعاد نشرو. ايوا ها هو هذا الخليع ديالنا، دابا غندوزو باش نشروه.
بالنسبه للنشير غنشروه، وفي العشيه ملي تتحيد الشميشه ملي يبرد شويش بلا ما نحيدوه غنغطيوه بشي منيدل رقيق او شي منيدل الحياتي، ولا غدا في الصباح عاوتاني غنحيدو له ديك المنيدل. وغنبقاو مستمرين بهاد الطريقه كل يوم حتى يبس. مع دابا راه حنا في الصيف والشمس حاره، عنده واحد 5 ايام ولا 6 ايام صافي ويبس معنا القديد، وعاد ندوزو باش نحضروا له القوام ديالو فاش هيطيب. وها هي دي الاقامه اللي بقات لي حتى هي نحطها في الشريجم ونخليها تتيبس. ايوا ها هو دا القديد من بعد ما يبس تيولي على هذا الشكل هذا. انا استغرق معايا 7 ايام مع دابا الشمس حاره ديال الصيف. وعندي هنايا هذيك الشرموله اللي كنت يبستها هي ديالو، ها هي دي تتولي على هذا الشكل هذا. عندي هنا في الطنجره 200 غرام ديال الشحمه ديال الكلواد البقري، راني حكيتها ها هي دي 200 غرام. غنضيف لها يطرو ربع ديال الماء ونردها فوق العافيه تغلي وتعاود تغلي وتعاود، عاد ندوزو للمرحله الثانيه. ها هي دي الشحمه من بعد ما غلات وعاودات تنضيفوا لها دابا هذيك الاقامه اللي في الزلافه، وتنضيفوا القديدات. ونضيفوا هذا التحرتيت اللي بقى في الطبسيل حتى هو. وبالنسبه لزيت الزيتون انا نطيبها في طرو ديال زيت الزيتون. دابا هندير النص ديالو، بسم الله، والنص الاخر حتى من بعد عاد نضيفو. دابا غنغطيها ونخليها تطلع فيها الغليه، وراني شاعله المجيمر راه تيزند، ونمشي نحطها فوق المجيمر طيب على خاطرها. نحط الطنيجره ونخلي ديك الخليع يطيب على المهل. وها هي دي الطنيجره فوق المجيمر، نخليه يطيب على خاطره. دابا غنضيفو الكميه اللي بقات لي ديال زيت الزيتون اللي قلت لكم عليها قبيله. صافي ونخليه عاوتاني. دابا القديد انا حيدته من الطنجره، ها هو هذا، وراني دقته صافي راه طاب. دابا غنخليوه بوحدو ونغطيوه، والطنجره رديتها فوق البوطه صافي. ودابا غنخلي هاد الليدام يتقلى حتى ما يبقاش فيه الماء، تتبقى غير الزيت تتبان فيه. ضروري تنحيدو القديد لان ما تنقليوش الخليع وتنخليو القديد في قلب الليدام حيت هيتوقد. تنحيدوه عاد تنبقاو نقليو في هاد الليدام. هانتوما شتي ديك الثومه والقزبور وديك المهم والتحرتيت ديال اللحام كله نازل لتحت. نبقاو غير نحركو ساعه ساعه.
هانتوما هذه هي المرحله الاخيره. ها هو دا ليدام تقلم ديك الماء، بقات دابا هي الزيت وبقى اكريش من التحت. هذا هو اكريش، هو ديك الفتات ديال اللحم، ديال الثومه، ديال القزبور، الحبوب. هو هذاك تيقعد لتحت. ودابا اخر مرحله شنديرو باش ليدام ديال الخليع يجينا محبب، تناخدو غير واحد الرشيشه هكا ديال الماء وتنشرو فوق ليدام. وانا هنايا راه ليدام هيجي شويش خفيف ماشي جامد بيد، حيت علاش؟ حيت حنا ما مكثرينش الشحمه، راه الاغلبيه هي زيت الزيتون. ما هذاك اللي تيتباع برا هذاك راه كله شحمه والزيت الروميه. حنا دابا درنا غير شويش ديال الشحمه مع ديك ليطرو ديال الزيت الزيتون. وكما قلت لكم في الاول هنخلي لكم القياس ديال 3 كيلو ديال اللحم اللي بغى يصاوب الخليع بزايد. انا دابا هي صوت معكم هاد الكميه قليله، وهذه هي الطريقه ديالنا حنا في فاس من زمان معروفه، وتيصدق 100% وتيجي لذيذ. وديك القديدات حتى هما طابوا طاحوا زبده. ايوا صافي دابا ما بقى لي غير نرد القديد هنا للطنجره صافي ونطفي عليه. وعاد نقول لكم كي تعمروه في القجيجه والطريقه باش يبقى محافظ. وها هو هذا الخليع رديته هنا للطنجره. عندي هنايا هاد القجاجه هادي راها معقماها. نبقاو ناخدو القديدات نبقى نعمرها فنفالي وعاد نكب عليها ليدام. دابا القديد انا درتو في قلب هذه القجاجه وضروري تكون ديال الزاج. دابا غنضيف لها ليدام. هانتوما شفتوا اللون ديال ليدام بحال زيت الزيتون، لاننا مكثره زيت الزيتون على الشحمه. غنبقى نضيف ليدام تيتغطى لي ديك القديد. صافي هي نلحق الاكريش غنحبس. هناخدو قريعه حتى هي معقمينها وهنحطو فيها اكريش. هاد اكريش تنصلحوه تنصاوبو به الغيفات، حتى هو تنديرو معلقه منه مع الخليع مع البيض في الصباح مع كويس د اتاي. تناخدو معلقه تنطيبوها مع الملوخيه والقرعه التخريفين بحال اللي سبق لي صوت معاكم. انا دابا جاني قليل لان انا درت كميه هي قليله. دابا كل ما كانت الكثره هاي خرج اكريش بكثره. صافي دابا هاد جوج قريعات تنخليوهم تنغطيوهم في الشبيكه وتنخليوهم تيبردوا تماما. خصهم يبردوا مزيان شتيباتو هما عريانين هي بالشبكه، لان لا غطيتيهم وهما مازالين دافيين من الداخل هيعرقوا يطلقوا الماء والخليع هيطبب معاكم. ضروري ما خصهم يبقاو عريانين تيبردوا مزيان. وهاد اكريش هندير عليه شويش ديال الزيت البلديه باش يبقى محافظ. هنا الخليع ها هو دا مغطي بليدام. ها هي دي شبيكه مغطين بها القريعه صافي ونخليوها تتبرد تماما ضروري. ايوا ها هو دا الخليع من بعد ما برد تماما. هانتوما شتي ها هو ليدام مجمد عليه.
هذا، وأقريش حتى هو جمد. دابا الواحد كنت صاوبت معاكم 3 كيلو اكريش، هاد القرعه كلها هتعمر باكريش. دابا حيت كيلو ديال اللحم يلا تيخرج لنا هاد الشويش. وبالنسبه للخليع دائما ملي تبغيو تجبدوا شي قديده غتجبدوها بالمقص وتعاود تغطيو القديد بليدام، ما تخليوش تيبان، باش دائما يبقى محافظ. وانا واخا دابا مغطي بليدام تنزيد عليه واحد الطبقه غير شويه ديال الزيت البلديه من الفوق. وهاد اكريش حتى هو تندير عليه طبقه ديال الزيت البلديه باش تيبقى محافظ. انا نجبد معكم واحد القديده وتشوفوها كي جات. بالنسبه للخليع زمان ملي كنا تنصاوبوه بالكثره كتير، راه كانوا تيطيبوه في الطنجره ديال النحاس الكبيره، وملي تيوجد فين كانوا تيخزنوه تيحطوه في الخابيات، كانوا تيعمروه في الخوابي هذوك ديال الفخار، هما اللي كانوا تيحافظوا على الخليع. ضروري كانوا الخابيات هما اللي تستعملوهم، ما كانش تنعملوا لا سطوله ديال البلاستيك لا قراعيد البلاستيك، هي الخوابي هما باش كانوا تيعمروا مع كانوا تيصاوبوا بالكثره. دابا نجرو بالمعلقه ليدام مع قنت، بسم الله، ونجبدو القديده بالمقص. ها نتوما شتي راه غزال وفتي تيجي غزال. جربوه وتبعوا هاد المراحل كلها اللي قلت لكم عليها وهيصدق معكم ان شاء الله، واخا اول مره هتصاوبوا. ايوا فهاد الساعه خليت لكم الراحه، بالسلامه عليكم.